ويا أهلين فيكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة مميزة زي ما عودتكم. اليوم سويت معاكم كبسة بس غير عن كل الكبسات التقليدية، مليانة نكهات ومرة يمي. أول شي بسلق الدجاج في موية وزيت زيتون مع رشة ملح وفلفل أسود وورق غار. بعد كده بصفي الدجاج من المرقة وحطها بصينية وادهنها بصلصة البيري اللي سبق وسويتها معاكم. دخلها الفرن أحمرها. في قدر على النار بكش البصل وثوم بس يذبل، بضيف عليه طماطم مقطع صغير، بضيف البهارات والملح، وأهم مكون في البهارات الكركم. بقلب المكونات على بعض. بعد كده بضيف عليها خضار مجمدة، بازلة وجزر وذرة. بضيف عليها فاصوليا حمراء، وآخر شيء الرز المغسول المنقوع قبل كده. بضيف عليها المرق اللي صفيتها. بس تنشف مرقة الرز بغطي على القدر وأقلل النار عشان يستوي الرز على راحته. وبس يستوي الرز بطفي النار وأضيف عليها رشة كزبرة مع عصرة ليمون. الحركة هذه السر من أسرار الوصفة، بتنقل الطعم من مكان ثاني. وأقلب عليها كلها مع بعض وأحطها بصحن التقديم، وأحط عليها الدجاج مع رشة كزبرة على الوجه وشرايح ليمون. قدمت الكبسة مع صلصة الناندوز وسلطة الجواكامولي، عبارة عن طماطم وبصل أفوكادو كزبرة وعصرة ليمون. وهذه وصفتنا بالشكل النهائي. سميتها كبسة مكسيكية عشانها مليانة كذا بالمكونات اللذيذة ونكهات مرة مميزة ولون وشكل فنان، والطعم بصراحة شيء رهيب. علينا وعليكم بالعافية يا رب.